اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم حبايبي؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير وعافية. مثل ما جاي تشوفون الصينية هاي لا ريوق ولا عشا، هاي غدا. غدا. قعدنا الساعة بالثنتين أنا والأولاد، قعدنا الظهر كلش متأخرين، فقررنا إنه نسوي نواشف نقلي تقلى. كلش اجى على بالي إنه أقلي هيك شغلات باذنجان وبوتيتة. كلش ناخذ راحتنا بالأكل من يصير أبو الأولاد ما موجود، يعني نلتزم بالطبخ، نسوي تمن وورق وأشياء يعني، بس من يروح للدوام لا، ناخذ راحتنا، نقعد متأخرين، ننام متأخرين، نسوي قليات نواشف على الغداء. أنا والأولاد كل شي ناكل وما نتقيد بأي شي، شنو أخلي ياكلون، معودتهم على كل شي الحمد لله والشكر. بس هو لا، إذا موجود لا نلتزم نطبخ له، يعني يريده غدا متكامل. كون هسه يشوف الفيديو يما يقلب الدنيا عليه. بس أنا اليوم تعمدت إنه أقعد متأخرة، صدقوني أنا أقعد بالستة وأقعد بالسبعة وأقعد بالثمانية، بس أشوف كلهم نايمين وأنا ما عندي شي، يعني أموري كلها جاهزة، بيتي نظيف، ما عندي هوسة، فأرجع أنام. وهاي بعد ما خلصنا غدانا علينا وعليكم بألف عافية. هسه قبل لا أغسل المواعين قلت خل أبدل الماي مال السمك. طبعا أنا قبلها بليلة بدلت الماي وغسلت الأحواض مالتها أو هاي الشيشة مالتها، بس هسه على مود التصوير، لأن ذاك التصوير صورته لكم ما أدري لقيته محذوف من التليفون، ف هسه قلت انظفهن وياكم وابدل الماي مالتهن. وشلون راح اغسل الحصو؟ الحصو خليته بهاي المصفاية على مود لا يطيح من عندي بحوض بالمجرى مال السنك، يعني لان على كم مرة راحت من عندي حصوات، فكلش حرامات، والحصو ناعم يعني ما الحق الزمه يروح بالمجرى، فخليه بالمصفاية على مود أسيطر وأغسله بصورة صحيحة. هنا خليت شوية زاهي أو تقدون بملح، يعني تخلون خاشوقة ملح بالشيشة وتخلون عليه شوي ماي وتفركونها هم تظل تلمع وتنظف. بس أنا مرات على الأسرع والزاهي يمي فأغسلهن بالزاهي ونفس الشي ما يضر، بس غسلوهن شطفوهن عدل، لا تخلون بيه ريحة زاهي أو شي بيها صابون، فلازم ينغسل عدل وبس. ابو الاحواض قال خلون الماي من الحنفية كلش عادي على مود نسبة ملوحة بيها، بس انا يعني بحثت على النت، فقالوا عادي تخلون ماي حلو للسمك الزينة، فانا قمت اخليهن ماي حلو، لان مرات يجي الماي خابط فما يهون علي اخليهن، مرات الماي يصير هيك بيه شلون الطين، ما يهون علي اخليهن، اقول خطية، فقمت اخليهن ماي حلو. وهذا الحصو لازم ينغسل بصورة صحيحة ما يظل بيه زاهي. وبس هذا راح اخليهن ارجعهن مكانهن، راح اخلي الماي ماي حلو وراح ارجع السمك بالحوض. طبعا ما ادري هاي المقطع ليش ما مصور، التليفون ما مصوره من رجعت السمكات وحطيت ماي. اعتقد انا مرات من اوقف التصوير ارجع ما اشغله، يعني انساه مطفي وعبالي يشتغل فيصير سهوا. خليت لهن الماي باعوا، لا ترسون الشيشة كلها بنات، خلوا مجال على مود الأكسجين، وما يحتاج هو أكسجين، لأن بين فترة وفترة إحنا نبدل الماي، يعني ما يحتاج أكسجين، لأن الماي إحنا دائما نبدله بين يوم ويوم، بدلوا الماي وغسلوا الحوض بصورة صحيحة. وشفت ايش قد خليت أكل هيك بطرف صبعي، خليتني كلش قليل، لأن الأكل إذا صار هواي راح يخرب بالماي، راح يعفن، والماي راح يصير هيك طبقة بيضة فوقه، تصير رغوة شلون الشي الخربان بيه، فكلش مو زين على السمك. وهي ما تاكل هواي، يعني تخلولها هيك قليل. شوفي شلون تاكل في دول الله، كلش متعلقة بيهن بصورة مو طبيعية. إذا أجي بالمطبخ أخليهن قبالي، إذا أروح أقعد بالهول أخليهن قبالي، وين ما أروح أجيبهن يمي، أتونس وأنا أباوع لهن سيقولون هاي مخبلة تعلقت بيهن كلش، لي يقول بناتي وهاي هسه راح أبدي أغسل المواعين. وصدق نسيت أقولكم إنه هذا السمك بس ذكر، ما أعرف أبو الأحواض يقول إحنا ما نجيب
النثية، يعني ما أدري ليش، بس هذا الاثنيناتهن ذكر. بنات قلتولي ليش ما غيرتي الحنفيات مالت المطبخ؟ أنا من زمان قلت لكم أريد أغيرها، وفعلا إحنا ردنا نغير تأسيس البيت كله مو بس المطبخ. بس بعد أنا هسه راح أسوي تغييرات شاملة بالمطبخ إن شاء الله. راح أكبر مطبخي، ولهذا السبب أنا أجلت تأسيس الحنفيات. يعني هسه أنا ما أقدر أخلي خلاط على هاي البواري. الفيديوهات السابقة شايفينها إنه البوريات داخلية، تأسيس داخلي. هذه شلون راح تشيل خلاط؟ شلون تتحمل؟ وإحنا خلينا خلاطين وثلاثة بس ما صارت، وشلناها ورجعناهن على الحنفيات. فإحنا بعد من قررنا إنه نغير تأسيس الماي مال البيت كله، بعد اجتنا فكرة إنه نكبر المطبخ. فهسه إذا كبرنا المطبخ التأسيس كله راح يتغير، فما يسوى بعد إنه راح أغيره هسه، لا. فأنا شوية صبورة وأحب الصبر وعادي. انتم لا، ما تتحملون، انتم خربتوا المفاجأة. أنا كنت ضامتي لكم، بس انتو هواي بذاك الفيديو شفتوني اغسل المواعين، وليش ما غيرتي حنفيات المطبخ؟ واللي يقولون حطي لي تقسيم بين الحنفيات حتى يصير خلاطك شلون تقسيم صغير. بنات ما اقدر، لان هي الحنفيات ناصية، يعني اذا اخلي تقسيم راح يصير كلش جوا ايدي، ما اقدر اتحرك، راح يصير كلش ناصي، فما راح اقدر اسوي اشي. وبما انه صيف والدنيا حارة وما نحتاج للجيزر، انا بايام الشتاء وما احتاج وما استعمل ماي الجيزر. هسه تردون بالصيف. فكلش عادي، وانا شوية صبورة واتحمل، ما يخالف. ويعني ما راح اقولكم هاليوم مباشر راح اغير بالمطبخ، لا، يعني راد لها صبر. ما تعرفون يعني المواد كلها غالية، والبناء مو سوالف. صح واحد يسولف ويخطط ويتكتك قبل بوقت، بس هاي ايش قد يراد لها على ما تتنفذ. يلا. هسه حقي لو مو حقي؟ تردون اسس هسه وبعدين راح اشيل التأسيس وراح يخرب كل شي، وليش يعني؟ فهم مصاريف حرامات. فخلي التأسيس بعدين على المطبخ الجديد، راح نأسس تأسيس كله جديد، وإن شاء الله بحيل الله. هاي بس يراد لها وقت، وأريدكم شوية الصبرون، وشي ورا شي، وكل شي من بعد التساهيل ومن بعد الصبر. أهم شي الواحد يكون صبور وقنوع باللي عنده. أنا الحمد لله والشكر قانعة وراضية وكلش فرحانة بهذا بيتي، يعني رغم ما أنه هو بسيط وبيه هواي نواقص. ما أقولكم أنا بيتي كامل، لا، أصلا بيتي مو كامل وهواي بيه نواقص، هواي 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 قد ما أعدد لكم هسه. بس رغم كل هذا وأنا راضية، وما فد يوم تذمرت ولا فد يوم قلت أنا بيتي ناقص. ما فد يوم سمعته كلمة مو حلوة، ما فد يوم قلت له بيتك ناقص ومو مرتاحين. بالعكس، البيت كلش مريح وكلش فرحانة بيه، والحمد لله انه عائلتي متجمعين، واكو سقف فوقانه. فالحمد لله والشكر رب العالمين. الواحد المفروض يبوس ايده وجهه وقفه انه عنده سقف وقاعد جوا، فالحمد لله والشكر. وهاي انا جاي تشوفوني جاي اصور لكم بي، والي الفخر وانا افتخر. يعني ما فد يوم تفشلت، ما فد يوم قلت لا ما يصير اعرض هيك، عيب، اخاف يحجون، اخاف ينتقدون، لا ابد. وما يهمني اللي ينتقد اللي يحكي، كله ما يهمني. المهم انه انا راضية ومقتنعة وكلش فرحانة بيه. فبنات احنا هاي اليومين اللي مرت علينا صارت عندنا عاصفة ترابية، يعني هوا كلش عالي وتراب، فالبيت كلش صاير تراب. وهذا الفراش قلت راح انزله وراح انكته وارجع اصفطه من جديد، لان صار بيه تراب. وانا هم من زمان يعني ما نزلته. تقريبا بتنظيف العيد بآخر أيام رمضان أنا نكدته ونظفته وطبقته من جديد، حتى مو بس أنا، خلي أكون منصفة. هذا الفراش إحنا ما نستعمله، هذا يعني للخطار اللي يجينا نفرش له، فدائما بين فترة وأنزله أنكته وأنظفه وأرجعه. بنات أنا عندي حساسية من القطن. هذا فراشي كله قطن وثقيل، من أريد أنفضه، من أريد أنزله وأرجع أطبقه من جديد. فأبو الأولاد وياي
يساعدني بيه لأن كلش ثقيل، وأنا عندي حساسية من القطن، بس أشم ريحة القطن بعد ما أقدر أسوي شي ولا أقدر أتحرك. ألبس كمامة ما يفيد أبد، ما يفيد وياي. هاليوم لا، هاي هسه وحدي أنا نزلته ونكدته ورجعته، بس ما تدرون شنو صار بيه هسه، حتى بصوتي بعده بيبحى من قد ما متت يعني، انتهيت بصراحة. يعني أنا ما أقدر وحدي، من أريد أن أنفض الفراش لازم هو وياي، هو يطبقه وهو يصفطه إلي. يعني أنا ما أدناله كلش، ما أدناله. بس أنا أقول له مثلا هاليوم الفراش أريدك تنكته إلي، مثلا أريدك تطبقه إلي من جديد. مثلا أنا أشر له أقول له خلي المخاد منه، خلي المنادر هيك، خلي اللحف جوا، خلي هيك يعني. بس ما أقدر أدنه، يعني هذا الشي مو بيدي سبحان الله. حتى لو ألبس كمامة ما أقدر، ما أسيطر، عيوني تورم، أظل عاطس، يعني عندي حساسية كلش قوية، كلش قوية، ما أتحمل. بس هسه هو صادف بالدوام وأنا ما قدرت يعني أتاني. شفت الجو شوي صح وصارت الأمور طيبة، فقلت خلي أنكته وأنظفه وأرتبه وأرجع أصفطه من جديد. هسه هذا بعد ما نكدته ورتبته من جديد، بس انتهيت أنا هنا وطحت. بعد قلت لهم بعد ما أقدر أسوي شي، ولهالسبب أنا خلصت شغل البيت ونظفت وكملت وخليته هو آخر شي، لأن أدري بروحي راح أتخربط وأطيح. هنا أنا حتى عشاء ما سويت لهم لأن كلش تعبت، والولد راحوا جابوا من السوق جاهز. وهاي بعد ما خلصت وغطيته، أنا ما أحب أغطيه بصراحة، أحب يبقى شكل الفراش هيك بدون غطا. وهاي جاي أكنس الطارمة هسه. طبعا هاي قبل بيوم أنا كنست الطارمة وصورتها، حتى جيت أدمجها ويا فيديو اليوم. ومثل ما تشوفون، وقبل لا أكنس رشيت الأرضية ماي على مود لا يتطاير علي التراب وأصير واوي على قولة بان. وهاي الصبة إن شاء الله بالمستقبل راح نسويها كاشي، بالمستقبل إن شاء الله المستقبل القريب. ايه راح اسويها كاشي، بس حرامات يعني انا احب الصبة واحب من اكنسها وارشها ماي، الله استمتع واحسها فعلا نظفت هيك. بعد ما ادري انا هيك احب، وكون صبة يعني مصقولة نظيفة، مو مثل هسه هاي. الله كلش حلوة، احب الطالمة تبقى صبة يعني ما تتكيش. حبايبي لهنا وصلت وياكم لنهاية الفيديو. أتمنى يكون هذا الفيديو حلو خفيف وممتع بالنسبة لكم، وما دوختكم بسوالفي وبقرقتي. دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع ألف ألف سلامة. باي باي.